إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا حفيدات عائشة؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. صباح الخير وصباح البركة وصباح كده السكينة يا رب على قلوبكم، اللهم امين. النهاردة كده معانا روتين جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله تستفيدوا منه كده وتتنشطوا وننشط بعض. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. وعايزة أشكر كل حد كده كتب لي كلام جميل كده وطيب، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. وعايزة أرحب بإخواتي الجداد اللي اشتركوا معايا في القناة، منوريني ومشرفيني. وكمان لو لسه مشتركتيش وأول مرة تشوفيني ما تنسيش بقى أختك حبيبتك باللايك لو الفيديو عجبك، وكمان إنك تفعلي الجرس علشان كل إن شاء الله جديد يوصلك بأمر الله كده وتنوريني وتشرفيني. وكان هنا يا بنات كده كان عندي بقى إيه، ندخل بقى في الروتين كده على طول علشان ايه ما طولش عليكم. كان عندي شوية حاجات كده عايزة تتعمل وكمان عايزة انجزها كده واخلصها، وهنعمل كيكة بصوا جميلة قوي كده وهشة وبصوا خطيرة بجد ان شاء الله باذن الله. كل اللي هيجربها هتعجبه. بصوا كمان كان عندي فلفلة الوان، هنعمل بطريقة كده تخزين كويسة جدا جدا، وهنعمل كمان برنجان كده مخلل. طب اول حاجة جبت البرنجان غسلته كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده يا بنات مية عادية جدا من حنفية حطيتها كده على البوتاجاز، وحطيت البرنجان زي ما انتوا ما شفتوا كده بعد ما غسلته زي ما هو. هسيبه بقى يتسلق كده معايا ولونه يتغير معايا ويطرى، هقوم قافلة عليه وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. جبت بعد كده الفلافلة الالوان، غسلتها كويس جدا جدا، وكمان ايه سبتها تتصفى علشان هنخزنها وما يبقاش فيها كده يعني ايه يعني المية دي تتجمد كده معانا ويبقى صعب كمان واحنا بنشيل من قطعة كده ولا حاجة لما نعوز، فاهمين قصدي؟ طبعا ما يبقاش متجمد كده جامد. بعد كده قطعتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهقطعها بقى ايه 3 حاجات. يعني بصوا هنا اول حاجة قطعتها مكعبات كده صغيرة، بعد كده قطعتها مكعبات كبيرة للشيش تاووك. المكعبات الصغيرة دي بقى للحمة المفرومة. بصوا احتياجاتها كتير بصراحة، يعني التعصيج يعني اللحمة وكمان للحشوات. بعد كده قطعت بقى الشرايح كده بالطول شوية، دي بقى ايه للشاورما للكبدة. فيعني صنفتها بالشكل ده طبعا وزي ما انتي حابة. بعد كده حطيتهم في اكياس، وبعد كده هتحطيهم بقى يا ست الكل في الفريزر، وبستخدمهم بعد كده يعني بطلعها كده من الفريزر على النار على طول، بتكون كده زي الفريش بالظبط. نيجي بعد كده للبرنجان. بصوا البرنجان استوى معايا ازاي، بس يا ريت بقى ما تخلوش سوى جامد قوي كده عشان احنا كمان في الحر وما يستحملش مع التخليل وكده، يعني يكون استوى كده نص سوا علشان ما يتهراش معانا بعد كده في التخليل. بعد كده جبت ميه عاديه جدا، حطيت بقى معلقه كده من الثوم المفروم، وبعد كده حطيت معلقه من الهريسه. عايزه تحطي بقى هريسه اللي هي الشطه تمام، عايزه تحطي من البارده يعني زي ما انت حابه. انا بصراحه ماليش في الشطه يعني فعملتها بالبارده. بعد كده ظبطت الملح وقطعت بعد كده اللي هو الجزء الاخضر ده كده في البرنجان وحطيته بالشكل ده، وفتحت حته منه كده، وكنت طبعا قلبت الملح كويس جدا. بعد كده نزلت بالبرنجان وهقفل عليه. بصوا سريع، ممكن بعد 3 ايام كده يتاكل منه عادي جدا. وتاني يوم عايزه اقولك علشان تظبطي الملح بتاعه، لان ممكن اول يوم كده مش هتعرفي الملح مظبوط وكده واخد ملحه مظبوط ولا لا. تاني يوم كده افتحي عليه وشوفي الملح بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط علشان برضو ما يبص مننا، وتظبطي الملح وتقفلي عليه يكون كده اتظبط ان شاء الله اليوم اللي بعده. وبس يعني ما بياخدش وقت خالص. ولو استوى منك قوي على البوتاجاز وكده وكمان ما يستويش اكتر في التخليل، ممكن كمان بعد كده تحطيه في التلاجة.
بس بعد ما يكون بقى كده البرنجانة كده خدت الملح بتاعها وبقى تمام التمام، وخلاص بقى مخلل بقى مظبوط، ندخله بعد كده التلاجة. بعد كده تعالوا بقى نعمل احلى واجمل واهش كيكة كده. بصوا يعني ممتازة حلوة قوي قوي، ان شاء الله هتعتمديها. تعالوا كده نشوف مقاديرنا ايه. في بولة كده هضيف 2 كوب ونص من الدقيق، عليهم باكت من البيكنج باودر، وكمان رشة من الملح، وهقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض كويس جدا. وطبعا اهم حاجة لازم يبقوا منخولين عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وتبقى معانا الكيكة مظبوطة. طيب بعد كده هقلبهم زي ما قلت لكم كده مع بعض وهسيبها على جنب. بعد كده هجيب الخلاط وهنزل ببيضتين كده بدرجة حرارة المطبخ، عليهم فانيليا بريحة البرتقال او بطعم البرتقال. بصوا بتدي ريحة حلوة جدا جدا للكيك، وطعم كمان حلو جدا جدا. وكمان ضفت عليهم 1.25 كوب من اللبن، وكوباية من السكر، وكمان نص كوباية من الزيت. وضربت المواد السائلة دي كلها كده في الخلاط كويس جدا، علشان كده السكر يدوب معانا وما يبقاش فيه اي حبيبات كده من السكر، ويتجانس كده كل حاجة مع بعض. بعد كده ضفتهم على المكونات الجافة وقلبتهم حلو كويس كده مع بعض. هسيبها على جنب. بعد كده جبت الصينية دي المقاس الوسط، دول بيبقوا كده 3 مع بعض. جبت بقى الصينية الألمونيوم دي. بصوا بتبقى أحلى حاجة للكيك انك تعمليها في صينية ألمونيوم. طبعا بعيد خالص عن التيفال، يعني الحاجات الغامقة دي مش بتطلع معانا الكيك كده مظبوط، او اي معجنات كمان عامة. دي كده بتديها هشاشة وارتفاع، وبصوا كل حاجة فيها. بعد كده بعد ما عملتها بالزبدة جبت شوية من الدقيق، بدرتها كده بالدقيق كمان، وشوية الزيادة من الدقيق اللي طلع في الصينية. يعني بعد ما بدرتها حطيتهم كده على الخليط بتاع الكيك، وقلبتها برضو كويس جدا وفي اتجاه واحد كده، علشان الهواء ما يخرجش مننا كده، وتبقى الكيكة مرتفعة معانا. بعد كده نزلت بالخليط زي ما شفتوا كده في الصينية. وبعد كده يا بنات اخدت كمان قبل ما اضيفها في الصينية، اخدت معلقتين كده من الخليط. تمام، حابة برضو الموضوع ده تمام، مش حابة الخطوة دي مش مشكلة خالص، انا بس حبيت كده يعني ايه تدي لون حلو كده للاطفال، يعني كتغيير برضو. فكمان كانت والدتي عندي، فحبت يعني ايه حاجة بسيطة كده، قلب احمر بتاع، فاهمين؟ بس يعني هي كمان بتحب الكيك ده قوي، فقلت قلت احط التاتش بتاعي كده وقلوب حمرا وحب يعني وكده، يعني فاهمين انتوا قصدي بقى. بس كده ده لون جل كده. حطيت نقطتين بالظبط على المعلقه، حوالي المعلقتين اللي اخدتهم من الخليط الكيك وبس، يعني حطيتها في كيس. بعد كده بدات اعمل بيها نقط كده بالشكل ده زي ما شفتوا. بعد كده بعود الشيش طاووق وعملتها بالشكل ده كده، وطلع على شكل قلوب. وبعد كده دخلتها الفرن على درجه حراره 180. طبعا الفرن كان قبلها كنت قبلها مشغلاه. هتقعد معانا 35 دقيقة، وطبعا تختبريها عشان بيختلف من كل بوتاجاز للتاني. تعالوا بقى نظبط كده شوية حاجات في أوضة المعيشة. شلت كل حاجة كده، كنت شايلة الملاية وبهوي كده الأوضة، وبكنس كده الأرض كويس جدا جدا، علشان برضو دي غرفة المعيشة كده عايزة تنظيفها كده على طول أول بأول، لأن دي بقى بتبقى فيها اللعب والتنطيط بقى، والغرفة المعيشة بقى عامة يعني، والأكل والشرب وكل حاجة. بعد كده جبت بقى جيت على المرايات بقى بمسحها بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا بنات اكتر حاجه عجبتني قوي وجابت معايا نتيجه وانا بمسح كده المرايه، عارفين البضيات الكرينه بتاعت زمان دي؟ هي دي بتخلي كده المرايات بتلمع كده معاكي لمع بجد، ما بتبقاش كده مجيره ولا اي حاجه خالص. جربي كده اي بادي كرينه كده عندك، امسحي وخصصيه كده للمرايات وجربي برضو، وقوليلي برضو في التعليقات ايه رأيك. هيجيب بقى نتيجة معاكي من غير ما تشتري اي حاجة خالص كده، هو ده اللي هيقوم بالواجب معاكي. بعد كده طلعت برضو على الموبيليا كده برضو زبطتها كده ونضفتها وكله تمام التمام. هنزل بعد كده على الارض اديها مسحة حلوة كده،
طبعا انتوا عرفتوا انا بحب امسح كده بالكلور او الكلوركس الالوان، الاتنين دول حلوين قوي بينضفوا معايا كمان، بيعقموا كده الدنيا، بتبقى حواليا كده زي الفل. بعد كده فرشت السرير وكمان حطيت المخدات، كنت سايباها تتهوى زي ما شفتوا، شديت بقى الستارة وكله تمام التمام. شايفين بقى الهدوء كده والراحة بقى النفسية. وعايزة اقول لكم كنت طبعا عاملين تنظيفات مع بعض بتاعة العيد، وكنت فرشة السجاد. عايزة اقول لكم ان انا لميت كل الكلام ده كله كده عشان الجو حرر كده بطريقة فظيعة، وقلت كمان كده ايه الأوضة تتهوى والدنيا تبقى طراوة اكتر. بس حطيت كل حاجة مكانها، وحطيت كمان المفارش ورشيت المعطر وقفلت بعد كده النور بس عشان كمان الإضاءة والتصوير وكده أكون خلصت. اللهم لك الحمد والشكر. يعني تاخدي جولة كده لإنقاذ النفس والمعنوي. تمام، يعني لفة كده سريعة برضو على بقية الشقة في السريع كده، تكوني كده بقيت نفسيتك مرتاحة وكله تمام التمام. وطبعا قبل اي حاجة تكوني فاتحة قرآن بقى جنب، سواء بقى في الأوضة تشغليه في الشاشة او كمان على الراديو، او تعلي الصوت يسمع كده في البيت كله، مع كمان الشباك مفتوح، وكمان بقى المكان اللي بتمسحيه برضو بصوا بتفرق كمان في الطاقة بجد كده ونفسيتك بعد كده لما تقعدي بقى وتعملي لك حاجة بتحبيها. بس كده تعالوا بعد كده يا بنات نشوف بقى الكيكة. بصوا عاملة ازاي وطراوتها وهشاشتها وجمالها. بصوا حلوة قوي قوي ولذيذة كده خالص. انا ما فتحتش عليها الشواية ولا اي حاجة خالص. هي بعد 35 دقيقة بقت معايا بالشكل ده. هعمل جنبها كوبايتين شاي كده بالشكل ده. بصوا بقى القلوب والحاجات والتكات والحركات حلوة قوي يا بنات كده وخفيفة جدا، بس مش محتاجة اكتر من كده. كده تلا معايا، عجبها قوي الشكل بتاع القلوب وكده، وبصراحة حبوها كده خفيفة خالص كده ولذيذة. وهنا كده عملت كوبايتين شاي وقطعتين كده انا ووالدتي، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحة والعافية. كانت قاعدة معايا كده فقلت كده بصراحة ايه اخدها وننزل كده نتمشى، عشان برضو من ساعة ما جدتي توفت وكده وهي يعني ايه ما راحتش في حتة. قلت بقى بصراحة ايه امشيها كده وتغيير برضو كده لنفسيتها، وكمان لو احمد برضو يغيروا جو. فقلت برضو يعني ايه نخرج كده مع بعضينا وننزل ونتمشى. ورحت بصراحة النادي اللي عندنا في الحي الاماراتي، اخواتي جيران هيبقوا عارفين يعني النادي اللي موجود معانا كده في الحي هيبقى عارفه. واخدت كام قطعة كده من الكيك في علبة عشان لو عايزوا كده، وتبقى برضو حاجة خفيفة يعني شوية تغيير. وكمان اخدت لهم كام صورة كده حلوين. يعني زحلقوا شوية، قعدنا انا ووالدتي على بال بقى ايه ما يلعبوا لهم شوية وبس. كان يوم كده خفيف ولطيف. ان شاء الله كده الفيديو برضو يكون خفيف عليكم. ده كده يا بنات وصفات عاملاها برضو على القناة، ان شاء الله كده تعجبكم. خدوا لفة كده في القناة هتلاقوا فيها وصفات وروتينات حلوة ان شاء الله تعجبكم. اتمنى ان شاء الله انكم تنوروني وتشرفوني وتفعلوا الجرس كمان. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.